زمان، بس مش زمان قوي. لما كان بيحصل مشكلة كبيرة في البيت أو صوت عالي أو غضب مش مفهوم من الكبار، كان في طفل واقف في الزاوية كده حاسس إنه عاجز تماما ومش فاهم حاجة وخايف من اللي جاي بكرة. الطفل ده كبر وبقى الشخص اللي واقف قدامك دلوقتي، الشخص اللي بيتخانق لو الميعاد اتأخر 5 دقايق، اللي بيموت من الرعب لو خطة اتغيرت، واللي لازم يعمل كل حاجة بنفسه عشان مش بيثق في حد. رغبتك في التحكم في كل تفصيلة دلوقتي هي مجرد محاولة بس متأخرة شوية من الطفل ده إنه يحمي نفسه. في الحلقة دي هنعرف إزاي الصدمات اللي اتشكلت في الطفولة شكلت حاجة اسمها حب السيطرة جوانا، وإزاي نطمن الطفل اللي خايف جوانا. يا مساء الخير، في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور، كل تلات وخميس وأحيانا الحد. خلونا نتكلم بصراحة، احنا في مجتمعنا بنحب ندي ألقاب لكل حاجة. لما بنشوف حد لازم يراجع ورا كل كلمة أو يترعب من خروجة اتلغت أو يفضل يغسل المواعين ورا حد تاني، بنضحك ونقول دي عندها OCD، عقدة نظام. وبنشوفها عيب شخصية، بس أحيانا قليلة جدا بنشوفها إن الشخص ده عنده ميزة حلوة قوي في الشغل وإن هو شاطر في شغله ودقيق جدا. بس الحقيقة إن الشخص ده مش مستمتع، الشخص ده عايش في سجن كبير قوي. فكري فيها كده، كم مرة اتقفلتي من يومك كله عشان حاجة تافهة مشيت عكس ما انتي مترتبة؟ كم مرة رفضتي مساعدة من حد عشان جملة لو ما قلتيهاش بنفسي مش هتطلع صح؟ كم مرة شريك حياتك أو صاحبتك أو حد من عيلتك قالولك انتي مش فلاكسبل، على فكرة ما عندكيش أي نوع من المرونة، ما تسيبي الدنيا تمشي زي ما تمشي؟ انتي مش بتبقي عايزة تخنقيهم، انتي بتبقي حاسة انك لو سبتي الدريكسيون العربية هتعمل حادثة. بس السؤال هنا هو احنا ليه وصلنا لكده؟ ليه بنخاف من ال unpredictability أو عدم التوقع للدرجات دي؟ السر كله بيبدأ من زمان بس زي ما قلنا مش من زمان قوي. واحنا أطفال بيتنا هو العالم كله، هو مفروض الأمان، هو السقف اللي بيحمينا. الطفل ما عندوش قدرة مادية ولا جسدية إنه يحمي نفسه، فبيعتمد 100% على الكبار. لما الطفل ده بينشأ في بيئة مش مستقرة، خلينا نقف كده، يعني إيه مش مستقرة؟ مش لازم خناق أو ضرب وبس كده، بس ممكن يكون أب وأم مزاجيين جدا، ساعة بيضحكوا، ساعة بيتخانقوا، ساعة في غضب في البيت مش مفهوم سببه، أو طلاق، أو مشاكل مادية مخلية البيت كله مشحون ومتوتر، أو حتى الكمال المشروط، إنك لو غلطتي غلطة تافهة بتتعاقبي عقاب كبير جدا مش قد الغلطة دي، وبيدمر ثقتك في نفسك. في اللحظات دي عقل الطفل بيترجم الواقع ده إن العالم ده مكان خطر ومش أمان ومفيش حد كبير هيحميني. وهنا العقل بيخلق آلية دفاع ذكية جدا بس في نفس الوقت مرعبة جدا. العقل بيقول للطفل بص، عشان تعيش وعشان محدش يأذيك تاني انت لازم تتحكم في كل حاجة. لو عرفت بكرة فيه ايه بالظبط، لو رتبت كل خطوة، لو توقعت الأسوأ ومنعته، محدش هيقدر يفاجئك أو يكسرك. دكتور عماد رشاد اتكلم عن ده وقال إن الطفل ده لما يكبر بيحاول يتحكم في كل حاجة، بيحاول إن كل حاجة تحصل في الوقت اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، وده على فكرة غصب عنه، عشان إساءات الطفولة دي بتورث حاجة اسمها learned helplessness، يعني العجز المكتسب. يعني كل حاجة كانت بتحصل غصب عنه وهو صغير، ما كانش فيه مهرب ولا كان عارف يوقف القهر اللي هو حاسس بيه ولا العجز اللي هو حاسس بيه. فلما كبر قرر إنه يعالج كل حاجة بإنه يتحكم في كل حاجة حواليه. الصدمة بتخلص، السنين بتعدي، الطفل بيكبر، بيبقى طوله 180 سنتي وناجح في شغله وعنده حياته، بس آلية الدفاع دي ما بتكبرش، بتفضل شغالة بنفس عقلية القديمة بتاعته، الهايبر فيجيلانس، يعني اليقظة اللي زائدة عن اللزوم بتتحول لأسلوب حياة. انت مش بتتحكم عشان انت قوي ولا ان انت اصلا عارف تتحكم، انت بتحاول تتحكم عشان الطفل اللي جواك لسه واقف في الكورنر في الزاوية مرعوب من بكرة. الكنترول بيدينا إيحاء مزيف بالأمان، بنسميه وهم السيطرة، لأن الحقيقة الكونية اللي كلنا عارفينها ومخبيين عيوننا عنها إن إحنا ما نملكش أي سيطرة على أي حاجة بره نفسنا.
ولا حتى نفسنا كمان ساعات. لما بنحاول نتحكم في تصرفات الناس، في مشاعرهم ناحيتنا، في سيناريوهات المستقبل، في زحمة الطريق، احنا بنعمل ايه؟ بنحرق بنزين على الفاضي، والتمن بيبقى غالي جدا. طيب، فاحنا عشان نلخص الموضوع ده، يبقى أول حاجة إن الإرهاق الجسدي والنفسي مش هينتهي. انت دايما مشدود، قولونك العصبي بيعيط على جنب، رقبتك بتوجعك، ما بتعرفيش تنامي. تاني حاجة، عندك خسارة في العلاقات كتير جدا، الناس اللي حواليكي بيحسوا ان هم تحت الميكروسكوب، بيحسوا ان انتي مش بتثقي فيهم فبيبدأوا يبعدوا. واخيرا انتي ما بتستمتعيش بحياتك. اللي عايش خايف من المفاجأة البديهية ما بيعرفش يفرح باللحظة الحلوة المفاجأة. طيب، لو انتي سمعتي نفسك في الكلام ده، ازاي نحاول نهدي نفسنا ونهدي الكنترول فريك اللي جوانا؟ اول حاجة، مش انك تتغيري فجأة. الخطوة الاولى وببساطة شديدة الاعتراف والرحمة. يعني لما تلاقي نفسك قفشتي وعايزة تتحكمي في خروجة او خناقة، متفضليش تجلدي نفسك. خدي نفس عميق جدا، breathe in and out. كلمي نفسك بالراحة كأنك طفل صغير. قولي أنا عارفة إنك خايفة، بس إحنا كبرنا خلاص وإحنا في safe place ومفيش حاجة هتحصل، ولو حتى حاجة باظت الدنيا مش هتتهد. الخطوة التانية، اتعلمي تسيبي الدريكسيون شوية بالتدريج، مش لازم فجأة. جربي في حاجات تافهة، يعني مثلا سيبي صاحبتك هي اللي تختار المطعم وما تبصيش في المنيو قبل ما تروحي. سيبي زميلتك في الشغل تعمل المهمة دي بالطريقة اللي هي عايزاها، حتى لو مش عاجباكي 100%. عودي عقلك بالتدريج ان عدم السيطرة مش معناه مصيبة وان الدنيا تتهد. معناه ببساطة ان انتي عايشة، مساحة ان انتي تعيشي وتكتشفي فيها. الحياة مش محتاجة ان احنا نصلح كل حاجة ونتحكم في كل حاجة طول الوقت، والحياة محتاجة نجرب حاجات ونفشل ونعيشها ببساطة. ففي النهاية، افتكري دايما الأمان الحقيقي مش إنك تمنعي العاصفة إن هي تيجي. الأمان الحقيقي إن وانتي جواها تتأكدي إن جوا نفسك حد قوي جدا، وكفاية إن هو عدى بعواصف كتير وهو صغير وعارف يعديها. بحب أنهي بمقولة بحبها قوي، إن من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. فما تخافيش لا من ناس ولا من أقدار. وشكرا إنك كملتي معايا لحد هنا. متنسيش تعملي لايك وسبسكرايب، واكتبيلي في الكومنتس إيه أكتر حاجة بتحاولي تتحكمي فيها وخايفة تسيبيها.